السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وصفتنا النهارده هنعمل حاجه حلوه سهله وسريعه ولذيذه جدا كمان. كل الاطفال بيحبوها والكبار كمان. هنعمل ميكس كده ما بين الكاستر والجيلي. بس ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. الاول هنسمي الله. جبت كسرولة وحطيت فيها 4 كوبايات لبن، واللبن لازم يكون بارد تماما. ومعايا هنا ظرفين من الكاستر هضيفهم على اللبن. تمام. لو هتستخدمي المعلقة يبقى هتحطي 4 معالق كبار كاستر. هقلب بقى الكاستر مع اللبن كويس جدا علشان ما يكتلش، وزي ما قلت لكم اللبن لازم يكون بارد تماما. بعد ما دوبت الكاستر مع اللبن هضيف 4 معالق كبار سكر. لو حابين تقللوا السكر مفيش مشكلة خالص، بس أنا حطيت لكل كوباية لبن معلقة كبيرة سكر. هقلب لحد ما السكر يدوب تماما، وبعد كده هحط الخليط على البوتاجاز وهفضل أقلب فيه تقليب مستمر لحد ما القوام يتقل معايا زي ما انتوا شايفين. تمام. أول ما يبدأ يغلي ويعمل فقاقيع كده هقلبه تقليبة سريعة، وعلى طول هرفعه من على النار نفس طريقة المهلبية اللي بالنشا الأبيض. تمام. جبت بقى البولات وهبدأ أغرف الكاستر الحلو ده. قبل ما أغرفه لازم نقلبه كويس جدا. تمام. وانت بتعملي الكاستر لو حسيت ان القوام تقل معاكي في الوقت ده هتجيبي نص كوباية لبن مغلي وتضيفيها بالتدريج مع التقليب المستمر. لكن لو حسيت ان القوام خفيف في الوقت ده هتجيبي معلقة كبيرة كاستر وتدوبيها في ربع كوباية لبن بارد وتضيفيها على باقي الخليط وتقلبي برضو تقليب مستمر لحد ما يديك القوام المناسب. تمام. الموضوع سهل جدا يا جماعة، ممكن تعمليه وانت واقفة في المطبخ، ما باخدش وقت ولا مجهود. طبعا كلنا عارفين ان الكاستر والجيلي من الوصفات السهلة جدا في تحضيرها، وكل الأطفال بيحبوها جدا. بعد ما اغرف الكاستر هسيبه لحد ما يبرد تماما، مش هدخله التلاجة لحد ما نحضر الطبقة التانية اللي هي الجيلي. تمام. يلا بقى نعمل الجيلي. جبت كسرولة وهحط فيها كوبايتين مية من الحنفية وهحطهم على البوتاجاز لحد ما يغلوا. ومعايا هنا علبتين من جيلي الفراولة. أول ما المية تغلي هضيف الجيلي وهقلب الجيلي مع المية كويس جدا لحد ما يدوب تماما، وعلى طول هرفعه من على النار. ومعايا هنا كوبايتين مية، والمية لازم يكون فيها مكعبات تلج علشان ده بيخلي الجيلي يبرد معايا بسرعة. تمام. هنقلب ده كله كويس جدا مع بعض. التلج كده هيخلي الجيلي يبرد معايا بسرعة. وهضيف كمان معلقتين كبار سكر. لو مش حابين تضيفوا سكر على الجيلي مفيش مشكلة خالص. هقلب كويس جدا لحد ما السكر يدوب تماما. بعد ما الكاستر برد هبدأ أضيف عليه جيلي بنفس الطريقة علشان نحافظ على شكل الكاستر. تمام. هنقلب المعلقة كده ونضيف الجيلي كده واحدة واحدة بالراحة علشان ما يعملش حفرة جوه الكاستر. بعد ما نضيف الجيلي على كل الأطباق هندخلهم التلاجة لحد ما الجيلي والكاستر يجمدوا كويس جدا. كده خلاص الجيلي والكاستر بقوا جاهزين معانا للتقديم. وصفة سهلة ولذيذة وسريعة جدا كمان. شايفين قد ايه متماسك؟ جربوا تعملوه بنفس الطريقة، ومستنية رأيكم في التعليقات. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت. ما ننساش بقى ندعي لأهالينا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويعجل بنصرهم ويرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم. قولوا امين امين يا رب العالمين. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لناس كتير، وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل فيديو جديد من مطبخي مطبخ أميرة ومروة. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.